ثم على فرض أنه الرجل أخطأ، وعلى فرض أنه لا نستطيع مثلا أن، على فرض يعني، هل نبني عقيدة على كلامه؟ أعتقد صعب. طيب قيس إذا موجود يصعد يا جماعة. أنا من أول هو النقاش أنا من أول النقاش هو ذكر آية أو حديث أصلا في خصوص المسألة، في خصوص إن العازر لا يكفر ابتداء، ما جابش ولا دليل من كتاب أو سنة. أنا استدلت بملة أنا، ولكن تحيز منك أنت واضح يا أبا عمر، الكل شاهد هذا. يا شيخ لا أنا الأمور أحاول، شوف الشيخ قيس، أنا أحاول أفهمك وأحاول أفهم الشيخ حازم، وأوجه بعض التساؤلات بس. هذا اللي يا أخي وإن كان لي رأي أنا نفسي. حازم أنا أقول له نحن نتكلم عن العاذر وهو يتكلمني عن فعل الشرك. نحن نتكلم عن العاذر، ثم يقول بأنه لا يوجد هنالك فرق ما بين الاسم والحكم فيما يتعلق بالقضايا. في ناس أرسلوا لي قلت لهم أنه وجهة نظر أنه ليش حازم يكرر مسألة الكفر بالطاغوت، يرى أن من يعذر المشرك، من يعذر العاذر، لم يحقق الكفر بالطاغوت بس. لأنه في ناس كثير يقولون أن حازم يغرد خارج السر. هو أتى طيب حازم حينما يقرر مثلا بأن الذي يتوقف في تكفير الكافر وكافر عينا ثم تجري السلسلة. ماذا يقول مثلا في توقف أبي بكر في عمر حينما لم يكفر عمر من الخطاب مانع الزكاة؟ هذا أولا. ثانيا قد استفاضت الشيخ الله يجزاك خير. لا بس دقيقة شيخ قيس، أنت دقيقة بس. من شوية جهال مش هنسمح شيخ حازم من شوية مشركين جهال. اسمح لي شيخ حازم، لا سمحت يا شيخ حازم بس دقيقة يا جماعة الخير. لو هتسمح بنسأل الصحابة أبو عمر يبقى ده ما لا 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 يا جماعة، لا يكفر عمر ما كان يجري في بيتك اللي يشيل الصحابة لا يشوف طبعا إن احنا نسكت على هذا. لو سمحتم يا جماعة خلينا بس عشان يعني ينتهي الحوار بطريقة بناءة. شيخ قيس أنت أزعجتنا بابن سحمان. طيب ليه ما جبت هذا الدليل أصلا واستدليت فيه أنت؟ أزعجتك قول الصحابة على الأقل. لا دقيقة بس أنا أعاتبك الحين. بن عبد الرحمن أنت أزعجتنا بابن سحمان وكأنه قرآن منزل. أصل الدين هو التوحيد. طيب شوية يا شيخ قيس أكمل. عمر تحيز عندك واضح وفاضح يا رجل. أنا أبحث عن الحق. أنا الآن لما أنت قلت لي أبو بكر وعمر يعني معناه أنه فعل الصحابة سقطت من عيني مباشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنا أبغى معلش شيخ حازم. المرجع خلينا نشوف الشات. قد توقفوا عن تكفير من ترك جنس العمل بالكلية. دقيقة الله يجزاك. أنا أذهب عدم احترام. أنا أذهب. أنا ذاهب. شيخ قيس لو سمحت خلينا نضبط الحوار. الله يجزاك خير. أنا أستمع للناس اللي في الشات حتى أوجه. لا أستمع توجيه حازم ولا توجيه قيس. طول بالك. أرجوك. جبت يا أخي النقل. أنا جبت النقل بنص الأستاذ لوبي اللي كنت بناقشه، النص من صفحة 69 من كتاب. بس دقيقة يا شيخ حازم، دقيقة لو سمحت. أنا لا نزلته ولا يعني طردته، هو ذهب وزعلان. أنا أبغى أستمع للناس في الشات.